السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن شر غاسق إذا وقب. فما معنى غاسق ووقب في هذه الآية المباركة من سورة الفلق؟ غاسق أيها الأحبة من الغسق، وهو شدة ظلمة الليل في منتصفه. لذلك يقول القرآن الكريم في إشارته إلى نهاية وقت صلاة المغرب إلى غسق الليل، أي أن وقت صلاة المغرب ينتهي في منتصف الليل. أما وقب فمعناه الدخول، فيكون معنى هذه الآية المباركة: ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا دخل بظلامه، وما يحدث في الليل من شر ومكروه. وإنما اختص الليل بالذكر في هذه الآية المباركة لأن الغالب أيها الأحبة أن الفساق يقدمون على الفساد في الليل، وكذلك الهوام والسباع والحشرات تنشط وتكون مؤذية في الليل أكثر من غيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.